حنيت راسي ومشيت عند ابراهيم، لقيتو كيدخل لا فواتور ديال الحاج للكراج. بانت لي واحد الطوموبيله كبيره ومباشيه، باينه شي طوموبيل دولوكس. قال لي ابراهيم هذه هي الطوموبيل اللي دار بها حمزه اكسيدون. وانا طالع على الشومبر ديالي لقيت الحاجه الغاليه واقفه مع توريه كيشوفوا فيا وكتسولها عليا. دخلت للبيت وسديت عليا الباب بشويه. هذيك الساعه عرفت علاش دخلني الحاج من الباب اللوراني، كان مخبيني من الحاجه حيت باقي ما قال ليها والو عليا. وصلت شي 10:30 ديال الليل حتى كنسمع الغاليه كتغوت مع الحاج، كتقول لي ما بغيتوش يعيش معانا، ما تقبلاتنيش. فهمت بانه الهضره كانت عليا، مبغاش يجيني نعاس هذيك الليله. وصلت شي 2:15 ديال الليل، حلات عليا الحاجه الغاليه الباب وانا ندير راسي ناعس. بقات شي 5 ديال الدقائق وهي كتشوف فيا، سدات الباب ومشات في حالاتها. فقت الصباح هزيت الساكادو ديالي، كنت باغي نمشي في حالاتي. انا هابط حتى لقيت الحاج واقف كيهضر في التليفون. شاف فيا هاز الساكادو ديالي، عرفني باغي نمشي في حالاتي، عرف بانني سمعت الهضره ديال البارح. قربت عنده باش نهضر معاه، قال لي سيني حتى نكمل الهضره ديالي في التليفون. كمل الهضره ديالو، دار عندي قال لي فين غادي؟ قلت ليه غادي نمشي في حالاتي. شاف فيا وبدا كيضحك، قال لي انا عرفتك سمعتي الهضره ديال البارح. قال لي ها انت الا مشيتي دابا فين غادي تمشي؟ للزنقه عاوتاني؟ سير تجلس. صافي راه تفاهمت مع الغاليه، ولكن راه خصها شويه ديال الوقت باش ترتاح ليك. داز شي 3 جور، جالس انا والحاج كنفطرو. سولتلو قلتلو الحاج كيفاش درتي تعرفتي على الغاليه؟ بدا كيضحك وبدا كيعاود ليا. كانت عنده 22 سنه، الوالد ديالو كان عنده محل كيبيع الاثاث، كان خدام معاه. واحد النهار دازت من حداه وشافت فيه وضحكات. هذيك الساعه تحركت فيه شي حاجه، مشى للدار كيفكر فيها، كيفكر غير فيها، كيقول في راسو كيفاش غندي ندير باش نتقرب منها. ولا حافظ الوقيته اللي كدوز منها واللي كتخرج منها من المدرسه، كيمشي ديما قدام الباب ديال المحل مع ديك الوقيته باش يشوفها. واحد النهار كانت الشتا بزاف، خرج قدام الباب باش يشوفها دايزه، لقاها مخبيه من الشتا حدا هي وصاحبتها كتقرا معاها حدا الباب ديال المحل. كانت هذه اول مره فين غادي يشوفها اون فاس ويهضر معاها. قال لهم دخلوا للمحل درقوا من الشتا. قالت لي لا شكرا خاصنا نمشيو، وبدات تضحك. قال لي ممكن نتعرف عليك؟ قالت لي سميتي الغاليه. ومشات كتجري قطعت الشانطي ودارت شافت فيه. بقى واقف قدام الباب وساهي، ولات فيما كدوز من حداه كيتغيروا الملامح ديال وجهه، ولكن كان خاصو كيفاش يعترف ليها بالحب ديالو.
واحد النهار كانت غادا بوحدها، هو يتبعها، وقف عليها قال لها واش ممكن نهضر معاك واحد شويه. بدات كتضحك حيت حتى هي كتبادلوا نفس الشعور. قال لي انا معجب بيك، بغيت نزيد نتعرف عليك. هي كانت حشمانه، قالت لي حتى المره اخرى ونهضروا. ويقول لها اعطيني النمره ديالك باش نتواصل معك. عطاتو النمره، فرح بزاف. في الليل عيط ليها، بدا كيهضر معاها، ارتاحوا لبعضياتهم. داز شي عام وهما كيهضروا، طورات العلاقه بيناتهم. واخا كانوا شويه ديال المشاكل، عرفوا يحتفظوا بالحب ديالهم وتزوجوا. كملنا الفطور ديالنا، ويقول لي الحاج غادي تمشي معايا باش نقيدك ندخل تكمل قرايتك. داك العام كنت يلاه شديت الباك ديالي، داني الحاج تقيت في ايكول ديال ليون سي جي. قال لي الحاج خاصك تقرا مزيان باش تخدم معايا في الشركه ديالي. دخلت للدار، طالع في الدروج، هز الكتوبه في يدي وفرحان. هزيت عينيا، بنت لي الحاجه كتشوف فيا. قلت لها السلام، وهي ترد عليا السلام وابتسمت ليا. دخلت لاشومبر ديالي، بديت كنستف الكتوبه اللي غادي نقرا بهم، حتى دقات عليا توريه. قلت لي هبط تعشى. هبط، بنت لي الحاجه جالسه حتى هي، والحاج فرحان حيت الحاجه كاع ما كانت كتقدر تهبط تاكل مع الحاج. بدينا كناكلو وهي كتشوف فيا. انا كناكل بزز بحال اللي خايف منها. مع هذيك 11 ديال الليل دقات عليا، قالت لي واخا ندخل. ما قلت لها والو، هي تجلس حدايا وهي تسولني السؤال اللي تسول لكاع الولاد الخيريه، هو واش كتعرف والديك؟ قلت لها لا. عاودت لها القصه ديالي كامله، وقلت لها الا ما كنتيش باغاني نبقى معاكم نمشي في حالي بلا ما يسيق الحاج الخبار. وهي تعنقني بالجهد. اول مره غادي نحس بك الحنان. كانت الريحه ديالها زوينه بزاف. قالت لي انا هي اللي غادي نكون ماماك، دابا ملي غادي تفيق غدا ان شاء الله نجلسو ونهضروا. هو يبان لي واحد الخيال تحرك حدا الباب. من بعد عرفت بان دوك الحاج كان كيتصنت علينا. كان خايف من الحاجه تقول لي سير في حالاتك.